السلام عليكم. كيفكم متابعين الطيبين؟ اليوم بسوي معاكم ورق عنب. دحين بسوي الحشوة. حطيت الزيت في القدر وضفت عليه بصل وقليل من الثوم. عشان أقعد أقلب في البصل لغاية ما يدبل ويطلع ريحة الثوم. دبل البصل وطلعت ريحة الثوم، ضفت عليه معجون طماطم وطماطم. الحين أقلب المكونات مع بعض وأضيف عليه كمان البهارات. شوفوا متابعيني، ضفت عليه كمون وكزبرة وفلفل أسود وبهار مشكل، مرقة ماجي وملح. دحين أقلب المكونات مع بعض. دحين أضيف عليه الرز المصري. ضفت عليه الرز المصري. دحين أقلب المكونات مع بعض. بعدين أضيف عليه اللي هو كزبرة وشفت وبقدونس. ضفت عليه الكزبرة والشفت والبقدونس. دحين أقلب المكونات مع بعض. بعدين أطفي عليه النار. شوفوا يا حبايبي، خلاص طفيت عليه النار. دحين أبدأ أحشي. كده أنا جايب الورق العنب فريش وسلقته تقريبا 3 دقائق في الموية الحارة، بعدين أطلعه. شوف الورق العنب اللي أنا أخدته فريش وسلقته تقريبا 3 دقائق وطلعته من فوق النار. دحين أقطع العروق هذه بعدين أبدأ أحشي. هذه أول واحدة حشيتها. شوف بهذه الطريقة. شوف يا حبايبي، حطيت الخشن من جوا وضفت عليه الحشوة. دحين ألفها رول. شوف يا حبايبي، لفيتها بهذه الطريقة. الناعم يكون من برا والخشن يكون من جوا. شوف يا حبايبي، حطيت حلق بطاطس من تحت. دحين أرص عليها الورق العنب. شوف يا متابعيني، رصيت الورق العنب بهذه الطريقة. دحين أخلص الكمية وارجع لكم. شوف يا حبايبي كيف ما شاء الله تبارك الله، لسه ما خلصت الكمية. دحين أخلص الكمية وارجع لكم. شوفوا ما شاء الله كيف الكمية كبيرة، لسه ما خلصت كمان. خلص الكمية وارجع لكم. شوف يا حبايبي، هذا الصوص أخذت قليل من الكشنة اللي سويته حق المحشي وضفت عليه زيت زيتون وملح ومرقة ماجي ودبس الرمان وقليل من معجون الطماطم ومرقة ماجي وشوية من البهار المشكل. دحين أضيفه على الورق العنب. حطيت بطاطس فوق الورق العنب. حطيت صحن قزاز. دحين أضيف عليه الصوص وأترك يستوي. شوف يا حبايبي، غطيت القدر. دحين أترك يستوي. شوفوا يا حبايبي كيف قاعد يغلي ما شاء الله تبارك الله. خليه أترك يستوي بعدين أرجع له. شوفوا يا حبايبي خلاص استوى. دحين أحطه في التبسي. شوفوا يا متابعيني، حطيته في التبسي فضيته. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الدعم واللايك، وبالعافية علينا. شوفوا كيف ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. أتمنى أنكم تطبقوا الوصفة هذه.